نعمة عظيمة يغتنمها الإنسان وتجمل حياته، ذكر لله وكثرة ذكر الله ولجوء إلى الله وكثرة الصلاة على النبي. ما يحس بهذا الشعور اللي يذكر إلا اللي يذكر الله كثير ولسانه رطب بذكر الله، يذكر الله من كل قلبه ويصلي على النبي. سبحان الله، مهما كان عندك من الذنوب، مهما كان عندك من المعاصي، مهما كان عندك من ضغوطات وهموم في هذه الحياة، وكل إنسان عنده هم، ما في إنسان كامل، كل واحد عنده همه. لكن اللي يلجأ لله بصدق ويذكر الله من كل قلبه ولسانه رطب بذكر الله، يصلي على النبي، سبحان الله صدره منشرح، سبحان الله، وقلبه مطمئن، لا إله إلا الله. مهما كان هو في ظل المعمعة والمشكلات، لكنه إيش؟ مطمئن، ويعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل له حكمة في الإجابة. لا تقول أنت أنا أذكر الله كثير وأدعي كثير وأصلي على النبي لكن الله ما يستجيب لي، لا تقول كذا، لله حكمة في الإجابة. واسمع هذا الحديث، حديث عظيم جدا. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت ولم يستجب لي. أنت لا تكون من هؤلاء، لا تكون من هؤلاء. اترك كل شيء لله، لله حكمة في تدبيره، سبحان الله، لله حكمة في التدبير، في منعه. إذا الله منعك من شيء لا تتذمر، لله حكمة في منعه. عطاء في إيش؟ إن الله عز وجل صرف عنك شر وأعطاك الخير، وفي عطائه عطاء، سبحان الله. هذا الله، هذا الله. الله يعلم إيش اللي في نفسك. يمكن إحنا ما نعرف إيش في أنفسنا، لكن الله يعلم. الله يعرف إيش اللي يعطيك وإيش اللي يمنعك، سبحان الله. لله عطاء عظيم، في منعه عطاء وفي عطائه عطاء. خذها قاعدة، لله حكمة في الأمور. الجأ لله أنت، والله تسعد في حياتك. لو أنت في ظل المعمعة والضغوطات، اذكر الله كثير، صلي على النبي كثير. النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه إيش قال فيها؟ إذا يكفى همك. أبي بن كعب لما جاءه، أبي بن كعب يحب يصلي على النبي كثير، فقال له في آخر الحديث: أجعل صلاتي كلها الصلاة عليك يا رسول الله، يعني في دعائي كله. إيش قال له النبي؟ إذا يكفى همك. والله أي هم الله يكفيك ويغفر لك ذنبك، في أجمل من كذا؟ لكن الجأ لله واذكر الله كثير وصلي على النبي كثير، والله إنك تسعد، والله إنك لا تسعد في حياتك، سبحان الله. السلام عليكم.